أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. الحقيقة النهاردة الحلقة دي ما كنتش مرتب لها قوي، لكن حصل معايا حاجة جديدة النهاردة أول مرة أشوفها، وحبيت إن أنا أسجل حلقة وأحكي لكم عليها. النهاردة كنت بدور على شغل على موقع أبورك، فدخلت بقرأ البروجيكتس وبدور على مشروع يكون مناسب للحاجات اللي أنا بحب أشتغلها في مجال الووردبريس أو الويب ديزاين. لقيت مشروع، والمشروع شكله لطيف ولقيته مناسب جدا لسابقة شغلي والحاجات اللي انا بعرف اعملها، فقلت اقدم عليه. فيا دوبك قريت المشروع كويس قوي وجهزت انا هقول ايه. بضغط على ابلاي او سبميت يور بروبوزال، لقيته بيقول لي ان احنا بنجرب حاجة جديدة، ان انت هتعمل انستانت انترفيو بدل ما تحتاج تكتب البروجكت. فانا قلت لطيف، دايما الانترفيو بيجي كخطوة تانية بعد البروجكت. اللي بيحصل ان انت بتكتب بعد البروبوزال، انا اسف، بتكتب البروبوزال بتاعك، البروبوزال بيروح للعميل، العميل بيبتدي يفلتر الناس اللي جات له قدمت ويشوف مين انسب حد ويعمل معاه انترفيو. فانا الحقيقه استغربت، طب هيعمل معايا انترفيو ازاي؟ هو العميل قاعد مستني اول ما انا جيت اعمل بيدنج هيقول لي يلا نعمل انترفيو؟ لا، لقيته بيقول لي ان انت هتعمل انترفيو مع الاي اي بتاعنا اللي اسمه اوما او اوما. انت هتعمل انترفيو مع الاي اي هيسالك الاسئله اللي العميل عايز يعرف اجاباتها، وهيوصل الاجابات بتاعتك للعميل. الحقيقه الفكره دي شدتني قوي وحبيت ان انا اجرب. انا دايما يعني الفتره الاخيره دي مهتم قوي بالاي اي وارتفيشال انتليجنس وهيوصل لفين وهيعمل ايه، بس ما كنتش متخيل ان الموضوع هيبقى سريع بالشكل ده. يعني انا لسه من كام اسبوع لسه يا دوبك بديت اعرف جديد عن الموضوع ومهتم بيه، والنهارده بقدم على بروجكت لقيته بيقول لي ان اللي هيعمل لك الانترفيو هو الاي اي، هيسالك الاسئله ويشوف اجاباتك ويسجل ويبعت للعميل. الحقيقه عجبتني الفكره جدا، وافقت. اللي بيحصل ان انت بتحتاج انك تفتح الكاميرا وتفتح المايك على الكمبيوتر بتاعك، بيبتدي الاي اي يتكلم معاك، بيشكرك الاول ان انت حبيت تقدم على المشروع دوت، بيبتدي يسالك الاسئله اللي العميل بيدور على اجاباتها. ومش بس هو بيسجل، يعني انت مش بتسجل قدام كاميرا وبتبعت الفيديو للعميل، لا، الاي اي بيسالك الاسئله وبيديك فرصه تجاوب وبيسمع اجاباتك وبينقي النقط المهمه المحوريه في الكلام بتاعك ويأكد عليها ويصيغها بحيث يوصلها للعميل. ودي حاجه الحقيقه بهرتني جدا، لان انا مره واحد من الاسئله جاوبت فلقيته بيقول لي I didn't get your point، انا ما فهمتش النقطه بتاعتك، ممكن تعيد تاني وتوضح انت قصدك ايه؟ فالموضوع مش مجرد ان انا بسجل فيديو وبيوصل للعميل، لا، ده الاي اي بياخد مكان العميل، بيفلتر الناس وبيسالهم وبيتحاور معاهم وبيسمع اجاباتهم وبيفهم اجاباتهم، وبينقل للعميل بيقول له الفريلانسر الفلاني اقترح الطريقه دي، الفريلانسر الفلاني اقترح الطريقه دي. طبعا انا ما شفتش ايه اللي بيحصل من جانب العميل لان دي حاجه لسه جديده جدا انا ما جربتهاش، لكن من الواضح ان هو بياخد اجاباتي وبيصيغها بطريقه معينه او بيعرضها للعميل بطريقه معينه، بالاضافه الى بيبقى في تسجيل للفيديو الحوار اللي انا عملته. وفي الاخر خالص بعد ما بتخلص كل الاسئله بتاعت العميل بيقول لك ان كده تمام، وبيديك فرصه ان انت لو عايز تضيف اي حاجه اضافيه additional comments بتقدر ان انت تحطها وتسبميت البروبوزال بتاعك على طول. فبالتالي هو اختصر كتابه كتير، اختصر خطوات كتير كنا احيانا لما بنيجي نقدم بتقعد تكتب وتحط امثله وتحط لينكس وتعمل كده، كل ده بقي حوار بينك وبين الاي اي. الحقيقه يعني تجربه لطيفه جدا، وانا مبسوط ان اب وورك يمكن من اكتر المواقع اللي ماشيه في السكه دي وبيدخلوا الاي اي في كل حاجه. وده يقول لي شويه ان الاي اي مش هيحل محلي، هو بس بيساعد العميل، بيوفر عليه وقت، بيساعدني انا، بيوفر عليا كتابه، وبيساعد العميل في الفلتره. طبعا يعني ممكن تبقى لسه مش احسن حاجه، لكن الفكره جميله وحبيت ان انا اشارككم بيها. ولو حد كان جرب تجربه زي كده يا ريت يكتب لنا في الكومنتس ايه اللي انت شفته. هل حصل معاك حاجه شبه كده؟ هل كانت على اب وورك ولا على موقع تاني؟ وايه انطباعك؟ هل عجبتك؟ هل اتضايقت منها؟ يعني حابب اعرف رايكم. ولو كان هو ده المستقبل، هل شايفين ان انتم مستعدين ليه؟ هل مستعد انك لما تيجي تقدم على بروجكت تفتح الكاميرا وتتكلم مع الاي اي وتناقشه واقدر اقول تحاول تقنعه؟ لان دلوقتي خلاص هو بيحل محل العميل،
طبعا ما اعرفش الى اي مدى الاي اي هياخد قرار، يعني هل هو هيختار للعميل ولا هو مجرد هينقل والعميل في الاخر هيختار. دي لسه مش واضحه، وما اعرفش هم بيستعملوها ازاي، لكن الفكره جميله والفكره مبهره. والحقيقه ان الاي اي بيدخل في كل حاجه بسرعه مش طبيعيه. يعني انا واحد مهتم دلوقتي وبديت ان انا اسمع فيديوز واسمع توتوريالز، مش قادر الاحق على التطور اللي بيحصل. مش كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، وكل يوم في اكتر من حاجه جديده. اتمنى تكونوا مهتمين بالموضوع، اتمنى تكونوا بتحاولوا تتابعوا، لاني واضح جدا ان هو ده المستقبل، واضح جدا ان هي دي السكه اللي الدنيا ماشيه ناحيتها. وبالتالي لازم احنا نبقى متابعين ونبقى مصحصحين ونبتدي نفهم الاي اي ايه اللي بيحصل، إيه الدنيا ماشيه ازاي استفيد بيه، ازاي اقدر اوفر وقتي، ازاي اقدر يبقى عندي مساعد شخصي بتاعي عباره عن السوفت وير او الاي اي يوفر عليا ويشيل عني الحاجات اللي انا مش بحب اعملها او اللي بتضيع لي وقت كتير. اتمنى الحلقه الصغيره دي تبقى مفيده. لو حد كان مر بتجربه زي دي يا ريت يحكي لنا انطباعه ايه، شفتها ازاي، هل كانت مريحه ولا كانت مش مريحه، وقولوا لي ايه انطباعكم لو هو ده فعلا المستقبل القريب، ان كل ما نيجي نقدم على مشروع هنعمل انترفيو مع الاي اي. اتمنى الحلقه تعجبكم، واستنوني في حلقات جديده. انا بجهز لحلقه جديده، هيبقى عندي ضيف مميز جدا قريب جدا. هقول لكم تفاصيل عن الحلقه دي. هستضيف واحد من الضيوف المميزين جدا، هنتكلم فيها عن تجربته، هنتكلم طبعا عن الاي اي وتاثيره على الحاضر والمستقبل بتاع الفريلانسرز وبتاع كل الناس اللي بتشتغل في مجال التكنولوجيا. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، وشكرا ليكم، وحلقه جديده من اسرار الفريلانسنج مع ماندو.